لو لسه بتدفع ايجار ونفسك تستثمر في شقه كامله على المفتاح والحل على قد الايد، تعال اقول لك تفاصيل سكن لكل المصريين. انا هختصر لكم الموضوع في 5 نقط محدده سريعا. كراسه الشروط وميعاد التقديم، شروط التقديم، مده التنفيذ واستلام الشقق، نظام التقسيط والفايده، 5 مدن الشقق اللي هيتم طرحها في سكن لكل المصريين. التقديم بدا من 30/4/2026 وهينتهي في 30/5 الشهر الجديد اللي احنا فيه 2026. وكراسه الشروط موجوده على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديد. من أهم شروط التقديم إنك ما تكونش حضرتك استفدت قبل كده من شقق الإسكان الاجتماعي، والاختيار هيتم عن طريق قرعة علنية، ومدة التنفيذ هتكون خلال 3 سنين بس وتستلم شقتك. ونروح لرابع نقطة وهي أهم نقطة وهي الفلوس، ودي النقطة اللي بتهمنا كلنا، وهي الفايدة هتكون 8% ومتناقصة. بالنسبة لمدة التمويل هتكون لمدة 20 سنة تقسيط. نروح بقى لخامس نقطة وهي مدن الشقق اللي هتطرح في سكن لكل المصريين: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، اسيوط، سوهاج. القاهرة هيكون فيها حدائق العاصمة، الجيزة هيكون فيها 2 حدائق اكتوبر واكتوبر الجديدة، القليوبية العبور الجديدة، في الشرقية العاشر من رمضان، في المنوفية مدينة السادات، في اسيوط هتكون اسيوط الجديدة، وفي سوهاج هتكون سوهاج الجديدة. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن الاوراق المطلوبة وتفاصيل اكتر عن الاقساط والتمويل والفايدة، ما تنساش تشترك في القناة علشان الحلقة هتنزل كاملة النهاردة بالليل على قنوات رادار مصر. دمتم في رعاية الله، سلام.